السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللي انا عايزة اقول لكم عليه او اللي انا عايزة اتكلم فيه دلوقتي ان انتوا سامعين اكيد صوت الفراخ والخنفرة والكلام ده وكان وضح لي ضحايا كتير في الفترة اللي فاتت بسبب الثلاث اربع ايام اللي كانوا قبل كده، وانا جيت ما شغلتش بالي وحطيت دواء ضعيف او ما حطيتش علاج غير متأخر، فطبعا الدنيا اتبهدلت مني. طب هنيجي بقى نتكلم بس عن بكرة. انا كده علاجي فراخي فاضل لهم حاجات خفيفة في العلاج، بس اللي عايزة اعمله لكم او الفكرة ان انا عايزة اعمله لكم دلوقتي ان بكرة الحرارة ما شاء الله مرتفعة جدا، يعني مثلا هتبقى من 37 وطالع. بكرة السبت كام؟ النهاردة كام يا ربي؟ السبت 17/5. فطبعا اللي احنا هنعمله اول حاجة، عايزة تغيري فرشة هتغيري فرشة النهاردة اخر النهار او بكرة الصبح بدري. فرشتك متبهدلة؟ نعم. طبعا ايه قلنا تغيير فرشة يبقى تغيير، يعني هنغير فرشة يبقى نغير اخر النهار، النهاردة الجمعة اخر النهار او الصبح بدري. ماشي. عندنا برد، عندنا اي ادوية بناخدها نحط المضاد الحيوي بالليل. ماشي. تاني حاجة عشان طبعا تغيير الفرشة دي طبعا علشان ما نمشيش في الفراخ في الحر، فنعمل لهم اجهاد طالما فراخك من بعد 20 يوم او قبل 20 يوم لان الحرارة رافعة جامد. ماشي. او قبل 20 يوم من عمر يوم لاخر يوم ما نغيرش فرشة. عايزين نغيرها بالليل او نغيرها الصبح. تاني حاجة ما نحطش عندنا مضاد حيوي وفراخنا بياخدوا مضاد يبقى نحطه بالليل. نغير الفرشة كل 3 ساعات. نشيل مش نشيل العلف، نأكل بدري واللي يفضل في العلفات نسيبه. احنا يا جماعة مش بنشيل العلف نرفعه خالص، فرخ ممكن يهبط مننا لان الجو احنا بنشوف حاجة بسيطة ويكون الفرخ اكل وشارب، بحيث ان هو راح نقر تنقيرة خفيفة تمام، ما راحش خلاص، ويبقى يعني ما روحش ازود علف كل شوية في الحر، لان انت كل ما بتحطي علف الفرخ بيقوم ياكل. علفتنا يبقى فاضل فيها حبات صغيرة، النخالة الناعمة اللي فاضلة في العلف 3-4 وحدات الكلام ده. نطفي النور لو داخل لنا نور نهار، ما فيش نور يبقى نحاول لمبة بيضة، بس الأحسن إن احنا نطفي النور. نيجي بقى بالليل نفتح كل المنافذ اللي موجودة معانا، نفتح منافذ بس بلاش يا جماعة يعني ساعة الحر ما يخلص نقفل المنافذ اللي هي هتبقى مباشرة على الفراخ، لان مثلا ممكن يكون الجو وحش خالص والجو حر بس عندنا حاجة مباشرة بتدخل كل مدى سرسوب هوا زي اللي حصل معانا الايام اللي فاتت. خلاص يا جماعة كده فراخنا عليه العوض ومنه العوض، اخدوا برد مننا واتأذوا. ماشي. عندنا مروحة نشغلها، بس نشغلها ازاي؟ عكس، تغير هوا بس بعيد عن الفراخ، ما تبقاش مباشر على الفراخ. لو الفراخ بتموت منك الهوا بتاع المروحة ما يبقاش مباشر عليهم. ماشي. نوسع المكان الضعف لو امكن. الفجر ننزل فيتامين سي، بندي دواء للبرد وموسع شعب، يبقى ننزل فيتامين سي بدري وننزل مثلا قبل في الحر او قبل الحر بشويه، لان احنا هنغير الميه كل 3 ساعات. نحط موسع الشعب في الفتره دي او الساعه 11 نحط فيتامين سي، وبعدين ورافع مناعه في الفجريه. وفتره الظهريه لو بناخد علاج للبرد يبقى نحط رافع المناعه عشان الفرق، بنحط قصدي الموسع الشعب، علشان الموسع الشعب ده في الاغلب اصلا بيبقى بالنعناع، يعتبر سقوه من سقوات الاجهاد، ويوسع مداخل الفرخ ومخارجه، يعرف ياخد نفسه، لان فرخ واخد برد يعني فرخ نفسه مكتوم مع كتمة حر، يبقى احنا كده ضيعنا الفراخ. نحاول نحط الموسع الشعب يوسع صدر الفراخ، يخليه حتى يعرف ياخد نفسه.
نغير الميه كل 3 ساعات، واحنا قلناها ما نسيبش الميه تسخن. ازازه ميه ساقعه معاكي في التلاجة يبقى نص الميه ساقعه ونصها من الحنفيه. مع الادويه نقول فاضل ايه تاني يا ربي؟ قلنا نفتح، وقلنا المشروبات بتاعتنا، وطبعا فراخك بقى ما عندهاش برد وما بتاخدش اي ادويه، بنحط ايه معاكي؟ نعناع، معاكي ريفو، معاكي فيتامين سي من الصيدليه، معاكي في ادويه بطاريه للاجهاد الحراري بتحط الظهريه. نجيب ماشي، نروح للبيطر نجيب منه، احنا لسه معانا وقت، النهارده الجمعه نجيب لبكره. معاكي عرقسوس، معاكي اي حاجه فيها فيتامين سي بقى، الريفو، الليمون، كل دي مشروبات لتخفيف الاجهاد الحراري. ماشي يا جماعه، لايك وشير بقى، ومعاكم ام رحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.